أخبار المغرب، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. سيدة حامل باليوسفية تضطر لوضع مولودها في قارعة الطريق، وإلى التفاصيل. لا حديث بشارع اليوسفية إلا عن واقعة تعرض لها أحد شباب المدينة، والذي رافق زوجته الحامل ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضيين إلى جناح الولادة بالمستشفى الإقليمي، ليتفاجأ بعدم وجود أي طبيبة بجناح التوليد، وليطلب منه نقل زوجته إلى المستشفى الجامعي بمراكش رغم عدم وجود سيارة إسعاف، ليضطر المعني لنقلها في سيارة خاصة رغم وضعها الصعب. وبالفعل وبوصوله لمشارف مراكش دخلت زوجته في حالة إمخاض، اضطر معه للتوقف على قارعة الطريق وتوليدها في ظروف صعبة ومأساوية. كان من الممكن أن تذهب زوجته وجنينها ضحيتان لها بسبب الإهمال واللامبالاة من طرف المستشفى الإقليمي باليوسفية، قبل أن يكمل الطريق في اتجاه المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، علما أنه لم يتمكن من قطع الحبل السري. وقد أثنى المعني على الاستقبال والخدمات التي قدمت لزوجته بمستشفى الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.